تجارية كبيرة عبر مؤسسة تتخذ من جمهورية إيرلندا مقرا لها، ما يعني أن رونالدو قد تهرب من دفع الضرائب وفق ما هو معمول به في إسبانيا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي لمراسلنا حسن سالم من مدريد. في خبر غير مسبوق أفاد موقع كونفيدنسيال الصحفي عن تقاضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مبالغ مالية من مؤسسات تجارية عملاقة، من بينها مؤسسة نايك للعتاد الرياضي وشركة تويوتا للسيارات وغيرها، وذلك عبر مؤسسة مولتي سبور أند إيمج مانجمنت التي تتخذ من دبلن مقرا لها منذ 2004، وهي تتولى الإشراف على استغلال حقوق صورة لاعب ريال مدريد وكل ما يرتبط به. الشارع الإعلامي في مدريد بدا متحفظا بشأن هذا الخبر في انتظار ردود أفعال من اللاعب أو محيطه. الخبر مفاجئ للجميع، وفي نظري من السابق لأوانه الحكم على صحته ومعرفة مدى مفعول هذه الأخبار، وإذا ما ستحمل تبعات على كريستيانو. وفي اعتقاد كريستيانو له فريق يتولى تقديم كل الاستشارات المطلوبة له. وحسب موقع كونفيدنسيال نقلا عن فوتبول ليكس، فإن الشركة المعنية بتسويق صورة اللاعب تكون قد أبرمت عدة عقود مع مؤسسات مختلفة عامي 2013 و2014. لا أعتقد أنه بوجود فريق من القائمين على مهام كريستيانو من المحامين والاستشاريين للحفاظ على صورته وعقوده يكونوا قد فوجئوا بشيء من هذا القبيل. وفي انتظار مستجدات بهذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى مؤسسات قائمة ببلد مثل جمهورية إيرلندا يعود لأسباب ضرائبية محضة، علما أن نسبة الضرائب على المؤسسات التجارية في هذا البلد لا تتعدى 12% على المداخيل، علما أن نسبة الضرائب المعمول بها في إقليم مدريد تصل إلى ما يفوق 43%. وفيما يتساءل البعض عن أسباب نشر هذا الخبر قبل سويعات من موعد الكلاسيكو، فإن متتبعي النادي الملكي يعتبرون أن هذه الأخبار لن تنال من عزيمة اللاعب. في اعتقادي هذه الأخبار لن تؤثر على مردود كريستيانو على الكامب نو، بل أعتقده هادئا وسيقوم بتقديم مردوده، وفي حال وجود خلل ما فلا أعتقد أن ذلك يشكل عائقا على كريستيانو لدفع الضرائب المستحقة. وفي وقت كثر فيه الحديث هنا عن تهرب العديد من الرياضيين والمؤسسات الرياضية من دفع المستحقات للخزينة العامة، فلا شك أن الساعات القادمة ستحمل المزيد من ردود الأفعال من لدن اللاعب البرتغالي ونادي ريال مدريد. حسن سالم، بإن سبورتس، مدريد.